النصيحة الأولى: أنصحهم بقراءة القرآن والاجتهاد في حفظه وتعلمه، ما شاء الله. لأن القرآن هو كنز من كنوز الجنة. صح. وقد جاء في متن طيبة النشر في مقدمته، قال الناظم رحمه الله تعالى في مقدمته بعد الثناء والصلاة والسلام على رسول الله: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وأنهم في الناس أهل الله، وأن ربنا بهم يباهي، وقال عنهم في القرآن وكفى بأنه أورثهم من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله، وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. وقد جاء في متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع أيضا، قال الناظم رحمه الله تعالى في مقدمته بعد الثناء والصلاة والسلام على رسول الله وهو يثمن قيمة القرآن، يقول: وبعد فاعلم أن علم القرآن أجمل ما به تحلى الإنسان، وخير ما علمه وعلمه، واستعمل الفكر له وفهمه، وجاء في الحديث أن المهرة في علمه مع الكرام البررة، وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أهل الله، لأنه كلامه المرفع، وجاء فيه شافع مشفع. النصيحة الثانية: أنصحهم بالمثابرة في تحصيل العلم. وقد قال المثل، والمثل خير دليل: إن العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. وقد قال الشاعر أيضا: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وعلمني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. ثالث نصيحة: أنصحهم بالصدق. الصدق مع الله، وأن يصدقوا مع أنفسهم، وأن يصدقوا مع الآخرين، فهو مفتاح من مفاتيح هذه الدنيا. هذه هي النصائح التي كنت أود أن أنصح. ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله. أنا تنصحت بكلامك، يعني حاليا أني قاعد نتابع فيه، فصراحة تأثرت حتى بالشيء اللي قاعد تقول فيه. الله يبارك فيك.